السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نصيب بسيطلات صغار بالحوت بطريقه اللي كتكون غزاله وسهله. نتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو تشوفوا المراحل، ونتمنى تكونوا جربتوا كاع الوصفات اللي كنحط لكم في القناه ديالي. واي وصفه بغيتوها غير قولوها لي في لي كومونتير نصايبها لكم. غنبدا بالشرموله هي الاولى. هنا عندي القزبر ومعدنوس ديجا طحنتهم شويه، كنتمنى يكونوا تبغوا ديروهم يكونوا جداد طريين كيكونوا من الاحسن. غادي ندير عندي 3 دروس ديال الثومه، عندي الهريسه حسب الذوق، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. هنايا عندي كورنيشون والحامض مصير غير طريف صغيور، ما توفرش عندي الحامض مصير بزاف، داكشي علاش غنزيد عصيره من هذا العادي. العطريه عندي العطريه ديال الحوت، ديال البسطيله ديال الحوت، سكينجبير، عندي خرقوم، بزار ما نكثروش بزاف لحقاش درت الهريسه، معلقه ديال التحميره، الملح ما نديرش بزاف غير شويه لحقاش عندي كلشي مالح. غادي ندير الصوجه شي 2 المعالق هكا كبار، وغادي نطحن هادشي كامل بزيت العود. الا بغيتو تطحنوا بالزيت العاديه تقدروا. دابا غادي نطحن الشرموله ونتلاقاو. ها هي الشرموله ملي طحنتها، ما كطحنوهاش بزاف كيف كتشوف. الحوت عندي هنا الكروفيت، عندي هنا 2 ديال الميرنات اللي هما متوسطين، ما كبار ما صغار، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الفرخ. نبداو الطريقه على بركه الله. ستفت هنايا الميرنا والفرخ في اللاطه، غادي ندير ليه الشرموله، نشرملو مزيان. كاين اللي كيديروا في المقله، كل واحد وكيدير الطريقه اللي بغا. انا كتجيني هكا في الفران حسن. في الفران كيبقى لكم صاين ما كيتفرست، ما حتى كتخدموا ملي كيطيب كتعاودوا تخدموا به كيف بغيتو. صافي وغادي ندخلو الفران حتى يطيب. هنا غادي ندير الكروفيت، درت معلقه ديال الزبده، غادي نزيد عليه معلقه ديال الشرموله هكا صافي، وغادي نديرو فوق البوطه كيتشحر ليا مزيان. ها هو الكروفيت كيف شفتوا خصو تنشفوه مزيان، ما تخليوش فيه الماء باش ما يطلقش لكم في الورقه. في نفس المقله غادي ندير الفيرميسيل اللي درتها في الماء، ديال القشور ديال الكروفيت. هذه راه غير كروفيت. غادي ندير عليها معلقه ديال الزبده، ندير عليها معلقه هكا ديال الشرموله، وغادي ندير شامبينيون نوار هو يتشحر معاها. المهم اللي ما عندوش شامبينيون نوار يقدر يدير غير العادي، او تقدروا ما ديروهش في المره، غير انا كيعجبني درتو. الميرنا بعد ما طابت هي والفرخ درتها بحال هكا طريفات صغيورين، حيدت من الميرنا الشوك بحال هكا. الكروفيت ها هوايا، وحتى الفيرميسيل ها هي. دابا غادي نخلط كلشي.
باقا عندي شويه ديال الشرموله، واحد المعالقه غادي نزيدها صافي. وغادي دابا نخلط كلشي مزيان. كيف كتشوفوا هادشي راه باقي شويه سخون، غنخليه حتى يبرد صافي ونعمروا البسطيله ديالنا. انا غادي نبدا نعمر. انا صراحه راني بديت غير التليفون ما صورش ليا. كما قلت لكم ها الحشوه كتشوفوها هي بارده بردات. الورقه قطعتها على ورقه واحده، قطعتها على 4، قطعتها مثلثات. دابا غنعاود واحده اخرى. هانا دابا ساليتهم كاملين. غادي نديرهم في الكونجيلاتور، ولكن غادي نوريكم. غادي ندخل شويه الفران يتحمروا باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. كيف كتشوفوا ها هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالي. ملي بغيت ندخلهم للفران دهنتهم بشويه الزبده، درت ليهم واحد شويه ديال الورقه ديال البسطيله من الفوق. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. نقول لكم فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه. بسلامه عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.